المتوارثة أبا عن جد. فقد كانت البحرين سابقا تسمى البحرين وتوابعها، والمقصود بتوابعها ما سمي بإمارة قطر. ولما كان البحر يحيط بها من جميع الجهات ولصعوبة التنقل آنذاك، عين آل خليفة حكام البحرين آل ثاني موظفين على إدارتها، إلا أنهم استعانوا بالإنجليز ليعلنوا استقلالها كدولة. فقطر لم تصبح على ما هي عليه بشكلها الحالي إلا بعد أن قام آل ثاني بالانقلاب على آل خليفة حكام البحرين والاستقلال عام 1971، وذلك بمساعدة بريطانيا. كانت بريطانيا تهدف إلى سيادة قطر وحدها بعيدا عن البحرين، فعملت على عقد معاهدة بين آل خليفة حكام البحرين وآل ثاني حكام قطر، بمقتضاها استقلت قطر عن البحرين، وذلك سنة 1914 للميلاد. واضطر الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني لأن يعقد معاهدة منفردة مع إنجلترا، بمقتضاها تدير إنجلترا شؤون قطر الخارجية مع نفوذ داخلي كبير تحت غطاء رعاية الأجانب الذين توافدوا على قطر بعد اكتشاف البترول بها بكميات وفيرة. وظلت إنجلترا شبه مسيطرة على قطر حتى نالت استقلالها الحقيقي في 10 من رجب عام 1391 للهجرة، والأول من سبتمبر عام 1971 للميلاد. وقد أعلن الشيخ خليفة بن حمد وكان ولي العهد وقتها استقلال قطر عن إنجلترا، ولا يزال حتى يومنا هذا العلمان البحريني والقطري بنفس الشكل. ويبدو أن قطر التي حرصت على ألا يعرف أحد عن تاريخها الحافل بالانقلابات داخل الأسرة الواحدة قد حرصت أيضا على تزوير الجغرافيا، وخاصة الجغرافيا الديمغرافية لسكانها، حيث قامت بتغيير كتاب الجغرافيا في المدارس ليتم إضافة فقرة زعمت من خلالها نزوح القبائل العربية من نجد إلى أرض قطر، وذلك في عشرينيات القرن الماضي، رغم أن القطريين يعرفون أن في إمارتهم قبيلتان فقط، هما قبيلة آل مرة وقبيلة الهواجر. كما قام أمير قطر الجديد أي الحالي بسلسلة تزوير للتاريخ بإنتاج مسلسل درامي ضخم عن الشخصية التاريخية القعقاع بن عمرو التميمي، وقدمه على أنه أحد فرسان العرب وأبطالهم في الجاهلية والإسلام، وله دور في معارك إسلامية كثيرة منها اليرموك والقادسية، وتم وصفه بأنه خير من 1000 رجل. وبالطبع أراد أمير قطر هنا أن يقول إنه حفيد لأحد فرسان العرب من تميم، وليس حفيدا للخوارج كما تشير الوقائع التاريخية. ومما يجدر ذكره أن هناك دراسات كثيرة وباحثون في التاريخ الإسلامي يؤكدون على أن شخصية القعقاع غير حقيقية، لكن ذلك لم يمنع الشيخ يوسف القرضاوي بإيجاز أداء أدوار الصحابة رضوان الله عليهم وتمثيلهم جزئيا في ذلك المسلسل، وذلك من أجل ترسيخ هذه الشخصية لتخدم طموحات أمير قطر في سعيه لزعامة قبيلة تميم، وليقول لباقي زعامات وشيوخ الخليج أنه الأكثر أهمية منهم من حيث النسب القبلي. وبما أن القرضاوي هو من قال في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: وإذا كان حب الغناء غريزة وفطرة، فهل جاء الدين لمحاربة الغرائز والفطر والتنكيل بها؟ كلا، إنما جاء لتهذيبها والسمو بها وتوجيهها التوجيه القويم. فشكرا لتوجيهات القرضاوي، فكل يغني على ليلاه وهو يغني على ليل حمد. أما عبد الله الشمري وهو محلل سياسي لاذع، حيث يقول في ذلك: تمويل هذا المسلسل من الحكومة القطرية لا يمكن أن يوصف بأقل من أنه إعلام سياسي بحت، يؤدي دوره من خلال العزف على أوتار القبيلة، إذا ما علمنا أن تميم ليس لها زعيم واحد لعموم القبيلة مثل أكثرية القبائل في الخليج، كما هو حال شمر وعنزة وعتيب وغيرها، لذا يسعى آل ثاني للسطو على زعامتها، سيما أنها أكثر انتشارا وعددا من جميع القبائل الأخرى في منطقة الخليج العربي. وهنا نقول لحمد: إن تمكنت من تثبيت نفسك في زعامة تميم، فذلك لن يبدل من كونك حفيد من أثاروا الفتنة بين المسلمين قاتلي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
فشكرا حمد لكل الجهود التي وفرتها على أمريكا ماليا وإعلاميا لتكون أنت القابلة القانونية التي أمنت ولادة شرق أوسط جديد، وبكونك الوكيل الحصري للولايات المتحدة ولإسرائيل للقيام بهذه المهمة. ولن ننسى شهامتك وكرمك بتبرعك بمال الشعب القطري المحروم من كل الديمقراطيات الموجودة في العالم لتنشئ شرقا أوسطيا جديدا يتمتع بالديمقراطية. وشكرا لاستمرارك بحمل رسالة قطري، ولأنك توصل الماضي بالحاضر، ولأنك تعيد التاريخ الذي زيفته. وشكرا لأن ما تفعله يؤكد أنك سائر على درب الأجداد الخوارج. إذن ما هي المسرحية التي تؤديها قطر؟ وهل تعتقد أنها تقوم بدور البطولة أم أنها مجرد كومبارس؟ وما هو التكسب والمصالح العائدة سوى بغض الشعوب العربية لها والتقرب الإسرائيلي منها؟ ولماذا برزت قناة الجزيرة في تصفية حسابات قطر مع خصومها ونجحت أكثر من مرة في إشعال الفتن في عدد كبير من العواصم العربية عندما توترت العلاقات مع الدوحة؟ أسئلة كثيرة تدور حول قطر، هذا البلد الصغير الغني الصاعد بلعبة السياسة. قطر وما أدراك ما قطر. لكن إذا عرف السبب بطل العجب. وإذا كان حمد من تميم فإليه عني الشاعر رحمه الله: تميما بطرق اللؤم أهدى من القطا، ولو سلكت سبل المكارم ضلت.